تعرفي بقى لو جبتي كده الميه وحطيتيها على الصلصه هتعملي حاجه للولاد هيخطفوها من ايدك خطف، وتقعد معاكي اسبوع بحاله تاكلي فيها ما بتخلص. عايزه اقولك حاجه كده خطيره بنشتريها من بره بالشيء الفلاني. اول حاجه هنا زي ما انتوا شفتوا كده حطينا كوبايه في البوله من الميه، عليها نص كوبايه من الزيت على سمنه، عليها معلقتين كبار من الصلصه، دوبناهم كويس. وهنزل هنا بقى بنص كيلو من الدقيق منخول، عليه معلقه صغيره بيكنج باودر، وربع معلقه صغيره من الملح. عايزه اقولك هنعمل النهارده حاجه خطيره بجد، بنشوفها في الافران وبتعجبنا جدا جدا، بس للاسف بقت غاليه دلوقتي ومش بوريك ولا حتى باتيه. ركزي معايا وانا هقولك يا ست الكل وهتنبهري من جمالها. بصي بقى، اول حاجه طبعا معجنات، يعني عجن يا بنات كويس جدا لحد ما تبقى العجينه زي ما انتم شايفين كده ناعمه معانا جدا وخلاص اتلمت تمام. طيب هنبدا هنا، ابدا بقى اشكلها بدون تخمير وبدون اي حاجه. هنشكل على طول مجرد ما احنا بنعجنها بنشكلها كده على طول تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. على كده اي صينيه او اي طبق عندك او اي حاجه تدهنيها دهنه بس كده بالزيت، وتبداي كده تقرصي عليها كده العجينه او تشكلي عليها كرات العجين بالشكل ده. هنا الكرات صغيره يا بنات قد حبايه الليمونه الكبيره شويه او حبايه البرقوقه تمام. المهم يعني مش عايزينها كبيره قوي تمام كده. اجيب بقى هنا الصواني اللي انا هخبز فيها، لازم ادهنها ماده دهنيه بالشكل ده تمام. هركنها بقى على جنب واحضرها وابدا كده اخد اول واحده يا بنات. احنا شكلناها كوره عشان تكون ارتاحت معانا، طبعا العجينه دي ما فيهاش خميره ولا فيها اي حاجه، فاحنا بنشتغل فيها على طول مش هتاخد منك وقت. هبدا بقى زي ما انت شايفه كده، حابه تدهني ارضيه الارضيه اللي انت بتفردي عليها دقيق بس حاجه بسيطه جدا مفيش مشكله، ولكن هو عشان في ماده دهنيه مش هيلزق معاكي ولا حاجه. بصي بقى هنبدا نفرد في الكوره زي ما انت شايفه على شكل اسطواني، عايزين يكون الطبقه رقيقه جدا زي ما انتم شايفين كده. شايفين كانك هتعملي فطير، عايزينها تكون رقيقه على قد ما تقدري تمام كده اهو. هنعمل بقى اوريكم كمان واحده اهو، بفردها على شكل اسطواني وابدا بقى ان انا ارقق فيها كويس قوي بالمردانه بتاعتي او بالنشابه زي ما انتم شايفين كده. هنبدا اخدها برضو هنا وافردها على الصينيه بالشكل ده. هخلص بقى كل الكمية اللي هتشوفوها دي وهو ده شكلها يا بنات في الاخر. طيب هنبدأ بقى نجيب شوكة هنا عشان انا مش عايزاها ترتفع خالص، وابدأ اعمل لها كده ايه تفتحات بالشوكة بالشكل ده كده. عندي هنا بقى معلقة من الصلصة عليها معلقتين كده من الزيت، هقلبهم في بعض وابدأ بقى ايه ادهن الوش كويس قوي عشان تدينا اللون في الاخر اللي هتشوفوه الروعة ده تمام كده. وكمان علشان تمسك دلوقتي الحاجة اللي هنحطها على الوش هندهنها دهنه بسيطه كده بالزيت والصلصه. هاتي بقى يا ست الكل السمسم بتاعك وحبه البركه، وحطي بقى ايه السمسم وحبه البركه كده على الوش. عايزه اقول لكم هتاكلوا النهارده حاجه فظيعه، حاجه كده خطيره بجد يا بنات. انا بشوفها في الفرن ببقى ساعات كده نفسي اجيبها واروح اجيبها بلاقيها غاليه، وعايزه بقى ايه اللي هو الواحد طبعا مش معقول هتشتريها كل يوم كل يوم، لا انت بتعمليها بقى كده بنص كيلو دقيق. عايزه اقول لك قعدت عندي فتره في البيت لانه رمى كميه كبيره جدا. طيب بعد ما حطيت كده حبه البركه والسمسم تبداي بقى تشكلي زي ما انت عايزه، اللي بحبه البركه وبالسمسم عايزه تعملي جزء وجزء براحتك. هبدا ادوس عليه دوسه خفيفه بس علشان اخلي السمسم وحبه البركه يمسكوا في العجينه، وهتقطعي العجينه زي ما شفتي كده يا بنات لاربع تربع زي ما انتم شايفين كده، عشان في الاخر بعد ما تطلع تبقى سهله انها تتكسر معانا. دخلناها على درجه حراره 180 في الفرن في الرف الاوسط. ما خدتش معايا 10 دقايق بالظبط في الفرن، انت تتابعي لانها رقيقه جدا ما بتاخدش سوا اقل من البسكوت كمان تمام. بصوا بقى هنا شكلها من ورا وكمان شكلها بص عامل ازاي من قدام، حاجه خطيره خطيره بجد. عايزه اقول لك بقى قرمشتها فوق الوصف، بصوا الجمال، محمصه جدا مقرمشه جدا طعمها خطير. حبه البركه مع السمسم مدينها ريحه كده فظيعه. طبعا كلنا عرفنا نوع المخبوزات ده يا بنات اللي بيجي كده من الافران وكلنا بنحبه كده. عايزه اقول لك بقى يتغمس كمان مع شويه فول، يتغمس مع جبنه، يتغمس مع حاجه كده يعني خطير، بيتقرقش كده لوحده زي البتون ساليه او اللي هو البقسماط، حاجه خطيره بجد. يلا جربوه بقى ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وشوفوا طلعنا كميه ما شاء الله كبيره جدا. اتمنى منكم بقى تشجعوني بلايك وشير للفيديو وكومنت حلو منكم.